السلام عليكم البنات، كي دايرات؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. قبل ما نبدا في الفيديو ديال اليوم بغيت نقول لكم شكرا من قلبي على وجودكم هنا، على الرسائل ديالكم، على كل كلمه زوينه كتقولوها ليا. نتوما السبب اللي كيخليني نستمر ونطور من راسي، وبصراحه قناه من القلب عمرها ما كانت غتكبر بلا بيكم، فشكرا بزاف لكل وحده فيكم. وإلا كنتي كتابعيني ولكن مازال ما مشتركاش في القناة فغنكون فرحانة بزاف إلا كنتي جزء من هاد العائلة هادي. غير ضغطي على زر الاشتراك وديري لايك لهاد الفيديو باش هكذا يوصل لأكبر عدد من البنات اللي غيكونوا محتاجات يسمعوا هاد الهضرة. اليوم جبت لكم واحد الموضوع اللي عزيز على قلبي وكنظن قريب من قلوبكم كاملين، خاصة حنا البنات كنحتاجوا نسمعوا هاد النوع من الهضرة. غادي نهضروا اليوم على تقدير الذات، كيفاش وحده فينا تسترجع قيمتها وترفع من راسها وترجع تشوف راسها بعين وحده كتستاهل الحب والاحترام والاهتمام. حيت كلنا مرينا من لحظات شك ومن نهارات حسينا فيهم راسنا قلالين وما كنستاهلوش، ولكن القيمه ديالك ماشي شي حاجه كتجي من الناس ولا من الظروف ولا من الاخطاء. القيمه ديالك جايه من الداخل ديالك، من قلبك. وهذا الشيء علاش قررت نشارك معكم اليوم افكار بسيطه وقويه في نفس الوقت اللي غادي تعاون كل وحده فينا تشوف راسها من زاويه جديده، زاويه اعمق، احن واجمل. فخذي نفس عميق ويلا على بركه الله نبداو موضوعنا اليوم. قبل ما نهضروا على كيفاش نرفعوا تقدير الذات خاصنا نفهموا علاش اصلا هذا الشيء مهم. شوفي، تقدير الذات ماشي غير كلمه ولا فكره كنعاودوها في الهضره، لا، تقدير الذات هو الأساس ديال كل شي في حياتنا، هو اللي كيخلينا ناخدو قرارات صحيحة، هو اللي كيخلينا نقولوا لا للحوايج اللي ما كيناسبوناش، هو اللي كيعاوننا نبنيو علاقات زوينة اللي ما فيهاش خوف، ما فيهاش نقص. هو ايضا اللي كيخلي كل وحده فينا توقف قدام المرايه وتقول انا كنستاهل وانا عندي قيمه. المشكل هو أن الأغلبية ديالنا تربت على فكرة أننا خاصنا نرضيو الناس، خاصنا نكونوا بارفي، خاصنا نبانو بخير. ولكن حنا البنات عندنا لحظات ضعف، لحظات تعب، لحظات اللي كنحسوا فيها براسنا صغار بزاف. هادشي راه طبيعي وما كيعيب حتى شي وحده فينا، ولكن المشكل فين كيبدا ملي كنخليو هاد اللحظات تحدد القيمه ديالنا. وهنا كنوقعوا في الفخ، كنبداو نقارنوا راسنا مع الاخرين، كنلوموا راسنا بزاف وكنوليو كنشوفوا غير العيوب، وهذا الشيء كامل كيطيح من تقدير الذات من غير ما نحسو. فبغيتك توقفي معايا ولو لدقيقه وتسولي راسك، سولي راسك شنو هي الكلمات اللي كنقولها لراسي، تسولي راسك واش كنجرح راسي بالكلام او لا العكس كنوقف مع راسي. حيت اول خطوه في رفع تقدير الذات هي انك توقفي هاد الصوت الداخلي اللي كيتكرر، تبدليه بواحد الصوت اللي يكون الطف، يكون احن، ويكون صوت كيشبهك. اهم حاجه غادي نديروها في هذه الرحله ديال رفع تقدير الذات هي كيفاش نهضروا مع راسنا. راه الكلام اللي كتقوليه لراسك كل نهار كيأثر عليك اكثر من اي كلمه قالها لك شي حد في هذه الحياه. بزاف ديال البنات يمكن حتى انت تكوني وحده منهم كيبقاو يهضروا مع راسهم بواحد القساوه، ديما كتلقايها كتقول انا ما قادراش، ما كنستاهلش، عمرني ما ننجح، فلان احسن مني. وهاد الكلمات مع الوقت كتولي كتخنق الثقه اللي عندك في راسك، كتحرق اي احساس عندك بالقيمه. ولكن شنو لو بدلنا هاد الصوت؟ شنو لو في بلاصه ما نقساو على راسنا بدينا كنهضروا مع راسنا بنفس اللطف اللي كنتعاملوا به مع الناس اللي كنحبوا؟ جربي غير نهار واحد تهضري مع راسك بحنان، غادي تلاحظي واحد الفرق كبير. في بلاصه ما تقولي انا ما قادراش، لا قولي انا قادره. بلاصه ما تقولي انا ما كنستاهلش، قولي انا كنستاهل كل خير. او لا في بلاصه ما تقولي عمري ما غنجح، قولي انا كنجتهد وغادي نوصل. في بلاصه ما تقولي فلان احسن مني،
فلانة أحسن مني. لا، قولي أنا ماشي كاملة، ولكن هاد الشي طبيعي، أنا متقبلة راسي. الكلام الحنين راه ماشي ضعف، بالعكس هو قوة، لأنه غادي يخلي عقلك يعاود يبرمج راسو على الحب بدل من الخوف. ملي تطيحي أو لا ترتكبي شي خطأ، حاولي ما تكونيش قاصحة مع راسك، خدي الأمر ببساطة، حيت كلنا كنطيحو، كلنا كنغلطو، ولكن الفرق هو كيفاش كنهضرو مع راسنا من بعد. حطي لنفسك الحق تغلطي، الحق ترتاحي، الحق تكوني إنسانة، وحطي في بالك أن الصوت اللي كيهضر في دماغك يا إما كيهدمك يا إما كيعمر فيك القوة، ونتي بوحدك اللي عندك الاختيار. وواحد من أكبر الأسباب اللي كينقصوا من تقدير الذات عند البنات هو المقارنة، وخاصنا نكون واضحين، المقارنة اليوم ما بقاتش بحال زمان، ولات أخطر، حيت حياتنا كاملة ولات معروضة قدامنا في التليفون. كتفتحي انستغرام ولا تيك توك، كتلقاي البنات اللي كيبانوا بارفي، حياتهم كاملة نجاح، سفر، الجسد ديالهم مثالي، البشرة ديالهم زوينة، ديما ضاحكين. ويمكن بلا ما تحسي كتبقاي تسولي راسك، علاش انا ماشي بحالهم؟ علاش حياتي ماشي هكا؟ لكن كنساو واحد الحاجه، الناس كيشاركوا غير اللقطات الزوينه، اللحظات اللي كيكونوا مختارينهم، ماشي الحقيقه كامله. كتشوفي دقيقه من حياتها وكتقابليها بسنين من حياتك، وهذا الشيء راه غير منصف، ما كيعكس حتى شي حقيقه. المقارنه كتدمرك، كتخلي البنت تحس براسها قليله ديما، مع أنها يمكن عندها صفات وجمال وأخلاق وذكاء كيخليوها تفوق على بزاف ديال الناس، ولكن كتجي المقارنة كتعمي هادشي كامل. فباش تحمي راسك من المقارنة خاصك ديري هاد الخطوات. أول حاجة، تقبلي أن كل وحدة فينا عندها طريقها، ما يمكنش نعيشو نفس النسخة ديال الحياة. ثانيا، تابعي الناس اللي كيعطيوك طاقة إيجابية، وحاولي تحذفي أي حساب كيأثر عليك سلبيا. ثالثا، ذكري راسك ديما أنك خاصك تقارني اليوم بالبارح، ماشي مع شي حد آخر. وثقي بيا، من كتحيدي المقارنة من حياتك كتولي تشوفي قيمتك بوضوح، وكتبداي تركزي على راسك وعلى تقدمك وعلى الرحلة ديالك. وما كاين حتى شي بنت بحالك، انتي عندك شي حاجة خاصة بك ما عطاهاش الله لحتى شي واحد من غيرك. وبغيتك تفهمي واحد الحقيقة اللي مهمة بزاف، الأخطاء راه ماشي دليل أنك ضعيفة، الأخطاء دليل أنك إنسانة كتتعلم وكتجرب. ولكن المشكل شنو هو؟ المشكل أن حنا البنات ملي كنغلطوا كنوليو قاصحات مع راسنا أكثر من القياس، كنبداو نهضروا مع راسنا واحد الهضره اللي ما يمكنش نقولوها لحتى شي واحد عزيز علينا. ولكن واش فكرتي شي نهار علاش كنتعاملوا مع راسنا، كنكونوا قاصحين مع راسنا، ومع الناس كنتعاملوا بلطف؟ علاش كنسمحوا للناس يغلطوا ولكن حنا كنطلبوا من راسنا الكمال؟ الكمال راه وهم، وكل ما قربنا ليه كل ما بعدنا على الراحة والسلام الداخلي. فباش نتعاملوا مع الأخطاء بطريقة صحية خاصنا نديروا هاد الثلاث خطوات اللي غنقولهم لكم. أول حاجة هي نعترفوا بالخطأ، ولكن ما نجلدوش راسنا. قولي لراسك إيه غلط، ولكن غنتعلم من هاد الغلط. ماشي تقولي مع راسك انا فاشله، انا ما قادراش، انا ما عمرني ما غندير شي حاجه زوينه في حياتي. لا، لا. ثاني خطوه هي نسول راسي شنو تعلمت. راه كل خطأ كيعلمك شي حاجه، يا اما كيعلمك الصبر ولا الهدوء ولا المعرفه ولا فن التعامل مع الناس ولا حسن الاختيار ولا. فغادي تلاحظي ان كل غلط خلاكي تكوني اقوى ولو شويه. ثالث حاجة هي ما توقفيش حياتك غير حيت غلطتي. الناس اللي نجحوا في الحياة ماشي هما الناس اللي ما غلطوش، هما الناس اللي كل مرة طاحوا وقفوا ووصلوا. انا بغيتك ديريها عادة في حياتك، كل مرة تغلطي حاولي تاخدي واحد النفس عميق وتسمحي لراسك انك تغلطي، وعادي تهضري مع راسك باللطف
وتقولي إيه أنا غلطت، ولكن المهم غادي نكمل، غادي نحاول نشوف شي طريقة أخرى اللي غادي نحقق بها الهدف ديالي. فبهاد الطريقة كتولي كتربي راسك على اللطف وعلى الرحمة وعلى القوة الهادئة اللي كتخلي المرأة توقف قدام الحياة بثبات. واخا تبان لك الدنيا دارت عليك، تفكري ديما ان اللي كيسمح لنفسه يغلط هو نفسه اللي كيسمح لنفسه يكبر. الثقة بالنفس ماشي واحد الزر كنضغطو عليه وكيشعل في ثانية. الثقة هي واحد البناء كتجي شوية بشوية، واحد الخطوات اللي كيكونوا بسيطة ولكن ثابتة. وباش ترجع ليك الثقة ديالك في راسك بغيتك تركزي على هادشي اللي غنقول لك دابا. اول حاجة هي ديري واحد الوعود صغيرة وتكمليها، تلتزمي بها. مثلا غادي نفيق بكري، اولا غادي نشرب بزاف ديال الماء، اولا غادي نقرا 10 دقائق من شي كتاب، اولا غادي نرتاح شي شويه. المهم انك تلتزمي، هكذا عقلك كيبدا يثق فيك، ومن بعد شويه بشويه كتطلع الثقه ديالك في نفسك. ثانيا ركزي على الانجازات ديالك مهما كانوا صغار. احيانا كنديروا شي حاجه بسيطه ولكن كوميم راه كتستاهل الاحترام. مثلا كنتي في شي موقف صعيب وتحكمتي في الغضب ديالك، اولا قديتي شي خدمه اللي شحال هادي وانت كنتي كتقولي غنقدها، تغلبتي على شي خوف كان عندك، راه هادشي نجاحات خصك تقدريهم. ثالث حاجه هي انك تقللي من الناس اللي كيهبطوك. ماشي ضروري تقطعي العلاقات ديالك، لا انا ما كنقولكش انا قطعي علاقاتك مع الناس، ولكن ضروري تبعدي عليك اي طاقه سلبيه كتاثر عليك. حيت الثقه اللي كتعمريها اليوم كاين الناس يقدروا يفرغوها غدا بكلمه واحده. رابع حاجه، لبسي، تهلاي في راسك، قدري راسك. راه ملي كنعتني براسي بالجسم ديالي بالمظهر ديالي هادشي كيعطيك شعور بالقيمه وانك كتستاهلي ديما الافضل. خامس حاجه، هضري مع راسك بواحد الصوت اللي يكون مريح. كل صباح وقفي قدام المرايه وهضري مع راسك. راه ماشي السحر اللي غادي يبدل حياتك، ولكن هي واحد العادات بسيطه اللي كتبدا تغيرك، ومن بعد كيولي يبان هادشي في عينيك، في مشيتك، في طريقه كلامك. سادس حاجه هي انك تكملي وما توقفيش. حتى اذا كانت الثقه عندك دابا قليله، ديري خطوات، خطوه كتجيب خطوه، وفجاه غادي يجي واحد النهار تفيقي تلقاي راسك تبدلتي بزاف. وثقي بيا، الثقه ماشي شي حاجه كتجي من الناس، وماشي شي حاجه كتجي من المظهر، وماشي شي حاجه اللي كتجي من المقارنات. الثقه كتجيك ملي كتكوني متصالحه مع راسك، عارفه قيمتك وقريبه لقلبك. وهذا الشيء كامل كيتبنى من القلب قبل من اي حاجه اخرى. قبل ما نسالي بغيتك توقفي معايا هاد الدقيقه وتسمعي هاد الكلام، حيت هاد اللحظه مخصصه ليك انتي، البنت اللي كتجاهد، كتقاوم، وكتحاول تكون افضل نسخه من نفسها. بغيت نقول لك راه ماشي سهل تكوني قويه كل نهار، وماشي ضروري تكوني مثاليه، ولا تعاملي الدنيا كانك ما كطيحيش وما كتاثريش. انتي انسانه كتحسي كتضعفي وكتوقفي من جديد، وهذا هو الجمال الحقيقي ديالك. كل خطوه ديري كل خطوه ديريها باش ترفعي تقديرك لذاتك، وكل كلمه زوينه كتقوليها لراسك، وكل خطأ كتغفريه لراسك، وكل مقارنه كتبعدي منها كتقربك من نفسك اكثر ومن السلام الداخلي اللي اكيد ما دمتي تفرجتي في هذا الفيديو وصلتي حتى لهنا كتسعي ليه. وبغيتك تفكري هذه الجمله دائما وديريها في راسك، انتي كتستاهلي الحب والاحترام والطمأنينة. وما تنسايش البداية ديالك الحقيقية ماشي في اليوم اللي تكوني فيه كاملة، ولكن في اليوم اللي تعترفي فيه براسك وتقبليها وتحبيها بالعيوب ديالها قبل المميزات ديالها. شكرا من قلبي لأنك وصلتي لهنا، شكرا على وقتك، على إنصاتك، وعلى حضورك معايا في هذه الرحلة الصغيرة. وإذا عجبك هذا الفيديو ما تنسيش تشتركي في قناة من القلب، تخلي لايك وتعليق كيحمسني نكمل ونقدم لك أحسن وأرقى محتوى. وحتى اللقاء في الفيديو جديد. دمتي جميلة قوية ومتصالحة مع نفسك، من القلب ليك.